عايزين تعرفوا حاجات كتير عن موضوع احمد حسن. الموضوع بتاع احمد حسن لاعب في النادي الاهلي، وهو حاليا في فتره تسمح له بالتفاوض مع اي نادي، وزي ما بنقول ده احتراف، وهو لاعب محترف. يعني احمد بيدير العمليه باحتراف. ارتبط بالجمهور الاهلي، ليه بصمه مع النادي الاهلي، لا خلاف على ذلك، ولكن ما نقدرش نمنعه حق من حقوقه ان هو يبدا يشوف مستقبله، خاصه وهو واخد قرار بالاستمرار في الملاعب. لم ينكر احمد حسن انه قعد مع مسؤولين الزمالك، قعد مع مسؤولين في نادي الزمالك واتكلم معاهم بعد العرض اللي قدموه له من نادي الزمالك للانضمام ليه، ولكن لم يوقع لاحد. البعض امبارح اثار بلبله كبيره جدا، وهذا للاسف من الحاجات اللي نعاني منها، ان المهم انك تطلع تقول الخبر وخلاص. لا، مش المهم انك تقول الخبر وخلاص، المهم انك تتاكد من صحه الخبر اذا كان ده خبر صح او غلط. مش اي خبر يتقال. لكن القصه في السبق والمسبقش والحاجات اللي احنا عايشين فيها بقالنا فتره طويله في الاعلام الرياضي، فبالتالي لم يوقع احمد حسن لنادي الزمالك، لكنه جلس مع المسؤولين في الزمالك ولكن القرار بالنسبه للنادي الاهلي مع احمد حسن سيكون يوم السبت القادم. سيكون قرار نهائي، تم تحديد جلسه يوم السبت القادم بين المسؤولين بالنادي الاهلي مع احمد حسن لوضع حد الموضوع، اما بقاء احمد حسن في النادي الاهلي، واما ان احمد حسن ينتقل لنادي اخر، وبالتالي يبقى الموضوع يبقى حسم. ايا كان بقى، هو هيبقى حاجه من الاثنين، يا يبقى يا احمد حسن يروح نادي تاني. لكن حته توقيع من عدمه، لم يوقع. الكلام اللي بقوله لكم ده كلام من النادي الاهلي ومن مسؤولين في النادي الاهلي، ان يوم السبت القادم هيتم حسم هذا الموضوع تماما بين النادي الاهلي وبين احمد حسن بعد انتهاء مباراه المقاولون يوم السبت، يوم الخميس اسف. وان شاء الله يوم السبت تتم هذه الجلسه، ويتم وضع حد لهذا الموضوع، موضوع احمد حسن، اما بقائه في النادي الاهلي واما الرحيل عن النادي الاهلي. لكن شايف في حزن او في زعل من جمهور الاهلي من احمد حسن. يعني انا شايف ان احمد حسن بيتصرف بناحيه احترافيه، يعني بناحيه لاعب محترف. انا النادي بتاعي لسه ما خلصش معايا لغايه دلوقتي، فانا من حقي ان انا اتفاوض مع انديه اخرى. هو بيفكر فيها بناحيه احترافيه. جمهور الاهلي بيفكر فيها بناحيه انتمائيه، ان حاسس ان احمد خلاص انتمى للنادي الاهلي، واحمد بقى من اللعيبه الكبار في النادي الاهلي واللعيبه المؤثره في النادي الاهلي واللعيبه الكبيره في النادي الاهلي، فجمهور النادي الاهلي عايز احمد حسن يبقى في النادي الاهلي. وكان في حزن على النت شديد جدا، وفي ناس يعني قالت كلام رهيب بالليل. هو يمكن الناس قالته من حزنها او من زعلها من احمد حسن، ان احمد حسن ممكن يفكر انه يسيب النادي الاهلي. فلكن الموضوع زي ما بقول لكم لم يحسم، وسيتم حسمه يوم السبت القادم ان شاء الله في جلسه مهمه هتجمع ما بين المسؤولين في النادي الاهلي وما بين احمد حسن لوضع حد لموضوع اما التجديد، واما زي ما بقول لكم ان احمد حسن يشوف مصلحته ويشوف وجهته القادمه.